إلى المعادن، حيث كشفت بيانات مجلس الذهب العالمي أن الجزائر تمتلك ثاني احتياطي للذهب في العالم ب 174 طنا من أصل 1006 أطنان تمتلكها الدول العربية مجتمعة، وتأتي السعودية في المرتبة الأولى باحتياطات تقدر ب 323 طنا، تليها الجزائر، ثم ليبيا ثالثا ب 11 طنا من الذهب، في حين يصنف احتياطي المملكة المغربية في المرتبة العاشرة عربيا. وتحتل كل من تونس والبحرين واليمن وعمان المراتب الأخيرة من حيث احتياطات الذهب المقدرة ب 11 طنا تتقسمها هذه الدول. ووفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية الأولى عالميا باحتياطي عالمي يعادل 8133 طنا من الذهب.